بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله احنا هنعمل حاجة سهلة وبسيطة كده مع بعض. احنا مالنا بعمل الفراخ والسمك والحاجات دي، فالنهاردة ايه عاوزين نعمل حاجة خفيفة كده. هنعمل ايه؟ طبقين مسقعة وجرجير وخضرة ومخلل وحاجات من دي. احنا مش عايزين اكتر من كده لان خلاص زهقنا بقى، مش عايزين بقى سمك ولا لحوم ولا حاجات من دي، فهنغير بقى. من زمان ما عملناهاش، فاحنا هنعملها بقى. ده بتنجان يا جماعه، انا جايباه مقطعاه مكعبات عشان هعمله على البوتاجاز. ابيض وجميل ازاي عشان هعمله على البوتاجاز. فحبايبي بقى دلوقتي انا هعمل ايه؟ دلوقتي انا مقطعاه هو البتنجان عشان ما يشربش منك زيت، له حلين اتنين. انا مقطعاه التقطيعه دي عشان هعملها على البوتاجاز في قلايه في طاسه يعني. انما لو في الفرن بنعمل البتنجان شرايح مدوره كده. انما دلوقتي هنغسله شطفه حلوه ونحط عليه ملح ابيض. الملح بخليه ما يشربش زيت. او عايزه تلفيه في شويه دقيق كده او شويه نشا، الحاجات دي كلها بدايل. بس الملح احسن لان الدقيق كده بتحس ان طعمه النشا في البتنجان، فبلاش. هي حيل عشان ما يشربش زيت، بس هو بديل. اما بنبطن لو هو احنا عاملينه شرايح مدوره وبنبطنه في النشا ما بخلوش يشرب زيت خالص، والزيت بتيجي تعايريه تاني تلاقيه زي ما هو. الدقيق نفس الطريقه. فدلوقتي انا هشطفه شطوه حلوه وارش عليه شويه ملح. الملح برده ما بخلوش يشرب زيت وخليه خفيف وجميل. عشان انا هعمله على البوتاجاز. لو انا هعمله على الفرن مره ان شاء الله هنبقى نعمله معاكم في الفرن. اللي في الفرن انا ما بقلهوش، بندبله على العرسه بتاعه الفرن، يعني اللي احنا بنشوي عليها السمك دي اللي في الفرن دي. بنكون ممسحين الفرن كويس جدا وبنروح مقطعين برنجان شرايح وبنزرقه كده زي السمك، وهبقى اوريكم مره بالتفصيل. بيبقى جميل وخفيف ولطيف برده. فانا النهارده دلوقتي هشطفه شطفه واحط عليه شويه ملح واجهز حاجتي ونتقابل معاكم كده يا حبايب قلبي. بقى احنا هنشتغل نبتدي مع بعض. المقادير بتاعتنا المقادير بتاعتنا البتنجان بتاعنا ده انا حطيت عليه معلقه ملح، معلقه من ده يا جماعه بتاع الشاي الصغيره، مليتها وقلبتها في البتنجان كله وسبته كده. حطيته على المصفى على الحوض، صفى اي حراره اي ميه اي حاجه فيه. وبعد ما سبته نص ساعه مع شرط التوم وضربت الطماطم وجهزت حاجتي، وبعدين رجعت بعد نص ساعه شطفت شطفه كويسه. التفاصيل وادق التفاصيل دي لو عملتها معاكم هيبقى الفيديو طول قوي والناس هتشتكي منه. فانا بعرفها لكم كلاما بس كده. ده بالنسبه للبتنجان. وشطفت شطفه كويسه وحطها على حاجه يصفي اهو، وانا هقلبها الوقت. بقيه المقادير بتاعتنا معايا دي طماطم مضروبه في الخلاط، معايا معلقه صغيره من دي، معلقه صغيره ملح ومملهاش. ليه؟ لان انا هحط ماده تانية فيها ملح برضه اقول لكم عليه. ودي معلقه كبيره، دي معلقه كبيره سكر، ودي معلقه صغيره ملح. ماشي. وليمونه يا جماعه، عشان كده انا ما بكترش ملح. هتقولوا ما انت حاطه سكر. حاطه سكر ليه؟ اولا بيعادل الحموضه، يخلي الاكل خفيف على المعده ولطيف وجميل وما تشتكيش من اي اعراض. وهو ما تقلقش ما بسكرهاش، يعني بديلها بتبقى حلوه في الاكل ومستساغه. ليه؟ لان احنا بنحط ليمون، السكر ما بيبانش، بتبقى جميله. بنشيل البذر بتاع الليمونه، بحط ليمونه كامله بس بتبقى جميله. عملت المسقعه بالطريقه بتاعتي دي اللي انا بعمل بها على طول ما بغيرهاش. بنعملها والله بتبقى من اول معلقه لاخر معلقه ما بتتاكل يعني ما بتقعدش. ليه؟ لان هي طريقتها جميله وظريفه. وبنحط تاني؟ كمون. بنحط ملح وسكر وليمونه ومعلقه كمون، بس الكمون انا ضربته مع التوم. وهنا توم وكمون يا جماعه مضروب اهو. ودي شطه هقطعها خرط كده واحطها على المسقعه عشان تبقى مشطشطه. عايزاها بارده بتحط فلفل، بس احنا بنحطها بنحبها يعني حاميه شويه. وده الزيت اللي هقلي فيه واعمل بيه. وده خل، اللي بحط خل يا جماعه معاه وهوريكم الطريقه بالتفصيل. هعملها معاكم من اول لاخر. دي كانت المقادير. نخش بقى على التحضير. انا هنروح نقلي البتنجان الوقت كده يا حبايبي. الزيت سخن، بنحط زيت بسيط. ليه؟ لان انا حاطه فيه ملح وشطفان ملح، مش هشرب زيت كتير. هما معلقتين اتنين بس عشان يبقى خفيف، ما بغرقش. حاجه بسيطه ان هي بس ياخد لون ذهبي وخلاص، او يتدبل معانا بس مش اكتر من كده. ده بقى يا جماعه البتنجان بيتقلي. دلوقتي انا اعمل حطيت زيت يسخن اهون عشان نعمل الصلصه بتاعت المسقعه. الصلصه بتاعت المسقعه زيت سخن هنزل بالثوم اهو. طبعا بس ريحتها تطلع
انا ما بحرقهاش يا جماعه، الريحه بس تطلع، لان انا حاطه كمون عشان ما اطولش يتحرق. ريحه التومه بس تطلع مش اكتر من كده. الناحيه التانيه برضو اقلب ايه الكمون بتاعنا كده في الفرن، الزيت بقى ما يسكرش حاجه بس كده ايه، ان هي تخلي لونه بس يلون وخلاص. اهو نيجي هنا بقى يا جماعه ننزل بايه، اهو التومه بتاعتي اتعملت اهي. ما بطولش يا جماعه عشان التومه ما تتحرقش، لو اتحرقت خلاص بقى مرات وبقت مش حلو. معايا بقى ايه الليمون اهو، الليمونه تكون مليانه ميه كده، الليمونه دي هتفرق معاكي جامد في ايه، في المسقعه. جربها بس على طريقتي صدقيني هتاكلي صبعك وراها. انا شايله البذر يا جماعه، شايله البذر ايه غلط بيمرر شايله البذر منها، فعشان كده بعصر بامان يعني. ده بالنسبه لليمون. حطينا ايه تاني؟ دي معلقه ملح صغيره، حاجه ما تسكرش اهي. ليه؟ لان الليمون حمض وبقى فيه نسبه املاح برده. معلقه سكر كبيره، وما تقلقيش معلقه سكر هتخدمك هتبقى حلوه يعني. وده الخل معلقتين 2 كبار، وما تقلقيش ده مش خل مركز عشان كده انا حاطه كميه يعني. انما لو مركز يا جماعه، لو مركز اللي هو الازازه لا اله الا الله نسيت اسمها، اللي هي بتبقى ب 12 دي من العادي، بنحط نص معلقه صغيره. ليه؟ لان يبقى لاذع، لو زودت تبقى بتظهر قوي. انما ده كان منه من العاده حاطه معلقتين. انما لو من المركز تحطي نص معلقه الكبيره حلو. فاحنا بنراعي لو خلي مركز بنزود الكميه يعني ايه، بنعدل المعادله العجز اللي فيه. لو عادي بنحط معلقتين كبار، لو من المركز لا ما بنكترش عشان ما يبقاش لاذع يعني. كده خلاص هو ما عادش عايز حاجه. اذكر حبايبي تاني اللي ما كانش معانا من اول الفيديو عملت ايه. دقيت توم على كمون وصفرته في الزيت، دبلته كده ريحته طلعت. بعد ما طلع نزلت عليه بالطماطم مضروبه في الخلاط. بعد ما نزلت بالطماطم يا حبايبي نزلت بمعلقه صغيره ملح، ليمونه كبيره شايله منها البذر، معلقه كبيره ملانه سكر، ومعلقتين 2 كبار خل عادي، ولو مركز نص معلقه يا حبايبي. ماشي، اسيبها بقى تاخد وتدي كده مع بعضها، واقلب البتنجان بتاعي وارجع لكم. حبايبي اذكركم الفلفل الاخضر او الشطه انا قطعت حته صغيره كده وبحطه في الصلصه. ولو انت حابه تقليه في الزيت بس دقيقتين كده وترجعي تحطيه في الصلصه براحتك. انا بحطه في الصلصه بيطلع الحرقيه او الحمو اللي فيه لان احنا عايزينها حاره يعني مسقعه حاميه، فهو بيبقى جميل كده. فانا يا اما تدبليه في الزيت يا اما تحطيه في الصلصه. فانا قلت لكم من الاول لاخر هنا مفيش ولا لقطه فاتتكم، خليكم معانا. افتكرونا كده بالدعم وباللايك، ما تحرمش منكم ولا من تعليقاتكم، وما تحرمش من اصحاب القنوات ومن حبايبي كلهم خارج مصر وجوه مصر. وربنا يديم الود بينا يا رب. كده يا حبايب قلبي البتنجان ايه اتدبل اهون، بس يبقى لون دهبي خفيف كده مش اكتر من كده. انا حطيته وهنقلب بقى ووطي عليه. هي كده ما عادش عايزه اي حاجه خالص. وطي عليها بقى مع الشطه اللي انا حطاها دي، واسيبها تاخد تدي بشكل ودي بس. اوطي عليها عشان ما تتحرقش وتستوي. بتيجي تغرفها بتلاقي الزبده بقى والحاجات اللي انا حطاها دي كلها بتضيف ليها، تبقى جميله. يا ريت حبايبي تكتبوا له في التعليقات عن الوصفه دي، تجربوها وتقولوا لي عامله ايه معاكم. اما تستوي بقى هنغرف مع بعض. ايه يا حبايب قلبي انا ببص عليها من وقت للتاني عشان اقلبها اهي الارضيه جميله اهي. ليه؟ لان انا بسويها بعرقها يا جماعه، ما بحطش لها ميه. انا حطاها المره دي كده ما ضفتش لها هي الطماطمتين اللي انا كنت عاملاهم بعد ما تسبكوا حطيت البتنجان والشطه فيهم. دلوقتي انا بسويها على هادي وموطيه النار خالص، وانا كل شويه بقلبها علشان ايه ما اديلهاش فرصه تتلسع من اهو. دي فيها كل شويه بقلب اللي تحت فوق كده هتبقى اجمل واطعم مسقعه. انا بغطي عليها بقى، بغطي لان هي تعتبر بتستوي بعرقها ما بضيفش لها حاجه. وبعدين انا بقى اما تستوي هنغرف مع بعض. كده يا حبايبي بقى صينيه المسقعه بتاعتنا استوت اهي. عملنا صينيه مسقعه على البوتاجاز، تقدري تعمليها في الفرن، بس الفرق بتاع الفرن بنقطعها شرايح، انما انت مقطعينها مكعبات. تقدري تضيفي عليها بطاطسايه مقطعه مكعبات صغيره وتدبليها في الزيت. تقدري. كل البدائل متاحه والخير كله عندك ان شاء الله، والطريقه اللي تحبيها اعمليها. يا ريت تجربي الوصفه دي، ويا ريت اللي يعجبه الوصفات بتاعتنا اكتب لنا كومنت جميل من قلبه وادعي لنا دعوه حلوه. حط لنا اشتراك ولايك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله. فده يا جماعه
كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. كده يا حبايب قلبي انا غرفت اهون. معانا المسقعه، معانا عيش، معايا جرجير طازه اخضر وجميل اهو، ومعايا انا ما عادش عندي جبنه، بس دي بقى ايه مش على هري جبنه صغير كده، او ممكن تحطي مخلل عادي، تحطي عايزه تقطعي بصل اي حاجه. الاكله دي بتلم اي حاجه جنبها عادي. الاكله دي مطلوبه اصلا النهارده لنا، لان احنا ملينا بقى من الفراخ واللحوم والسمك والمكرونات والبطاطس والبيض والحاجات دي يعني، والكشري والحاجات دي. كل ده انا عملته، انا ما عملتش المسقعه من زمان، فهي مطلوبه. احنا مش عايزين بس اللي جنبها عيش وخضار وخلاص، حاجه الغدا خفيفه كده. ما تكسليش، اقل حاجه هتبقى احلى حاجه. والف هنا وشوف على قلبكم. اتفضلوا معانا، ويا ريت ما تنسوناش بالدعم واللايك والاشتراك. وصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.